لا انا مش جاب الانطلاق. شوف ليه ليه كده؟ كنت ماشي. السلام عليكم. ما انا مش عايز اروح. انا قربت اروح على الشغل. تعالى انت بعتلي. والله هو موجود شغل بس من الساعة 1 الظهر حتى 10 بالليل. ماشي. ابو المرتب؟ المرتب مش هتقول لك غير لما اشوف انت التزمت في الشغل ولا لا. ماشي خلاص ماشي. خلاص تمام ماشي. تعالى لي بكره الساعة 1. ماشي كده. تعالى الشغل. الو. الو. يا شيف. ايه الاخبار؟ تمام والله الحمد لله. الحمد لله. امال فينك كده؟ في البيت والله الدنيا معككة معايا ومش عارف ايه. سهل حوار الشغل ده يا عم. تعالى الاستاد يا عم، تعالى وعلى نفسك نلعب كوره نجري اي حاجه. اجي مش عارف ولا اقول لك رجالة. ماشي. والله ما جيش لك زي الاول يعني، ما جيتش تجري ولا حاجه خريان يعني، ههزمك باي حاجه. تهزمني؟ ههزمك. لو بظهري ههزمك. تهزمني انا وبظهرك؟ يا عم هنشوف. يلا بينا نجرب. يلا بينا يلا بينا. بعد فقعات يوم. ايه مش شايفك يعني، كنت بسابقك ووقعت زي الشكاره يعني. كمل. بص، عايز اديك نصيحة للزمن. اوعى تتسرع على اي حاجة، دايما خد حاجتك بالراحة. عايزك تقعد تسمع الناس يا حبيبي. عدني عنين تشوف ولا من النظرة الأولى والشيطان اتقلب أولى. بص عليها بالخطر فيها ساعتها راح تتقلب أولى. اوي
يكون كل اللي حصل لي ده حلم يا رب. يا رب يكون ده حلم اللي حصل لي ده كله يا رب. ايه ده؟ هنهزر؟ هنهزر؟ ايه اللي بيحصل لي ده؟ يا ابوي ايه اللي بيحصل لي ده؟ ايه اللي بيحصل لي ده؟ ايه اللي بيحصل لي ده؟ دي كمان اوعى تكون دي كمان قوة خارقة. انا هفضل انا ماسك الهنية دي كل يوم اليوم كله. ايه ده؟ لا 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 عشان فيها حاجة. اللهم صل على اعمل ليمون يا ابوي. ليمون. انا هديت بس برضو مش عارف ايه اللي بيحصل لي ده. وهنا دخلت اسلم على المدير عشان استلم شغلي الاول. سلمت عليه فقلت له فهمني الشغل. طبعا كلمني كل واحده بالتفصيل، قال لي دي مكانها هنا ودي مكانها هنا ودي مكانها هنا مثلا، وعرفني الاسعار. طبعا عرفني دي بكام ودي بكام والحاجات دي. وطبعا قاعد يتكلم معايا ان دي مكانها هنا ودي مكانها هنا وكل واحده على حسب نوعها. قال لي لازم تهتم برضو ايه بمنظرك برضو، يعني ايه تحلق لبسك الحاجات دي، والفلوس دلوقتي قليله لحد ما تستمر معنا. تمام؟ قلت له تمام، مع السلامه يا باشا، ومشي. مع السلامه. السلام عليكم. ممكن تبقى جديد هنا؟ ان شاء الله. الله يخليك الله. تمام. خلي ده مع بعضنا خلي ده مع عندك فوق خرق. انت عندك فوق خرق. لا 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 لا. وانا
كلمت صاحب الشغل المفروض يجي لي ده فين؟ السلام عليكم. السلام. والله هو الشغل كويس، بس بص لو عايز شغل صح وتمام هشتغل لك، بس انا حاليا تعبان وحصل معي كم حوار، وانت شفت الحادثه اللي كانت حصلت دي ولحقت الوقت، عمال لي حاجه في دماغي ومش عارف الايام دي مش عارف ليه ماني دايخ ومش عارف ايه حصل لي يعني. الله يشوف نوري ويبان كله. بص انا هكتب لك على الدكتور كويس انا عارفه وتروح له يعني. ماشي. هو بعيد شوية بس انا انصحك بيه يعني دكتور كويس. خلاص ماشي. طيب واليوم بتاع النهارده اكمل يعني ولا اعمل ايه؟ لا بالنسبة لي فاخدها اجازة عشان تريح دماغك. خلاص ماشي. خلاص ماشي، اديني بس 5 دقايق ولا 10 دقايق عشان تو جاي وفاتح الدكان وهرتب الدنيا واقفل وبعد كده ابدا. انا لازم اخد ولدي معايا الملاهي، لازم اوديه افسه والعب. يا رب ابويا وديني الملاهي، يا رب ابويا وديني الملاهي يا رب. انا اروح عند بتاع الطماطم واخد منه طماطمية واطلع اجري، يا ريت ما حدش يسمعني. دكتور حسن. اهلا. اتفضل اتفضل. ماشي. مدد براحتك. عايزك تحكي كل اللي في قلبك، اكتبني زي اخوك، اكتبني زي ابوك. والله يا دكتور، والله انا نصحني بيك المدير اللي انا شغال معاه، اكيد انت عارفه معرفه يعني. المهم فالمفروض ان انا حلمت حلم كده صعب شويه يعني، بس انا لما كلمني المدير قال لي روح ده هيفيدك روح تجيب لك على طول. فحلمت ان انا صحيت من النوم في الحلم يعني ان انا رحت الحمام عادي بغسل وشي، ميه قاطعه، بشد الحنفيه بتطلع من يدي، وما امسك برضه الاوبرا عشان افتح الباب واطلع، لقيت نفس الاوبرا بدأت في يدي برضه. تمام، قلت لي ده حلم. 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 لو فعلا ده الحلم ده انت حلمته، فده ممكن تبقى علامة من عند ربنا، وانت لازم تستغل الحلم ده. وهو ليش معنى ربنا اختارك انت وحلمت انك عندك قوة خارقة، وعايز تستغل ان انت اختارك من ضمن الناس كلها؟ عايزك تستغل القوة الخارقة دي ان انت تساعد الناس وتعمل بيها خير وتحارب الاشرار، وان شاء الله طول ما انت بتعمل عمل خير ربنا هيكون معاك وفي صفك. فعلا لازم استغل القوة اللي عندي دي واتمرن عليها واساعد الناس بس. طب ما انا اعمل لي ماسك خاص بي انا بدل ما اقلد الناس
واللي بيلبس لبس سبايدر مان لا، انا اعمل خاص بيه المخيف. يلا بينا. طب ليه لا؟ دي آخر مرة. طب دلوقتي أنا عايز أتمرن على الاختفاء، أتمرن عليها إزاي؟ وعايز اخليها سهله عليا، اخليها بالكلام بدل ما اتحرك واعمل حاجات اتكلم كلمه اختفي، اخليها شريف على اسمي. هبقى متكبر وشريف. ايه شريف دي؟ طب تعال نشوف دلع شريف. شيفو شرشر لا برضه. هو شريف ساعات في ناس تقول شريف المخيف، وانا اقول لك بلاش شريف المخيف، خليها المخيف بس. مخيف ايه؟ طيب مخيف ايه؟ مخيف ايه اللي جابه هنا؟ خلاص خليها المخيف. مخيف. المخيف وصل. ايوه. يلا بينا، شكلي في استدعاء للمخيف.
شدت دول بنات تضرهم. ايه يلا ما تخافوش، ساكنين قريب مننا. تعالوا بس. انت اسمك ايه؟ فاطمة؟ طبعا عادي عادي. ايوه طلع فريق. ايه ما تكررهاش ثاني حاجة. هو ايه اللي بيحصل؟ بيقولوا الدنيا مقلوبه او في دوشه، ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ايه اللي بيحصل؟ في بعض الخارق يؤذي الناس. السلام عليكم. في عيل هنا؟ ايوه بنبيع. يعني ايوه ولا اي كلام عشان تسرع عتيه. ايوه في عيل كويس. انا من بلدي عايزه اقدم يا مشاوي، تقول رخيصه زي حضرتك يا باشا عايزها فين؟ عايزه في الفواخير الساعه 4. خد يا عم فلوس العجله. مش عايزها عم لا عايزها. خد يا عم نيتك يا رب تدي الحلقه اللي بلا ودان. خلاص هتيف معاك. يعني هي تجي الحلقه وليه يعني؟ هاجي كده غير معلش يعني عشان نشبع العجله. يجيك العجلة تأثر وتاخدها يا أخي. مش هاخد البنسل. ضحك عليا يعني. طب وليه يعني هالفود يا رب؟ يعني ضحك عليا ولا؟ انا عارف الو. لا انا مش محمد مصطفى، انا مصطفى. فاكر الطفل اللي انت خبطت فيه؟ لا والله مش متذكر. طيب انا هخليك تفتكره بقى كويس. محمد مصطفى قاعد عندي هنا، لو عايز تفتكره وتلحقه ابقى تعالى، قدامك 5 ثواني. دايما هذا الهنا شكلها يا جيب بدري يعني. ايه رايك؟ وانت مصطفى؟ ايوه. طب ايه ذنب العيل الصغير ده؟ مال اخويا ذنبه؟ طب تعال نمشيه عشان ملوش ذنب. بعد كده نتكلم مع بعض نشوف هنعمل ايه. رحت فين؟ وديت العيل الصغير من الذنب ده، وبعد كده نتكلم في المهم. ايه موضوع اخوك الصغير ده؟ حاول تلحق محمد مصطفى في حادثة الموتوسيكل، انت خبطت اخويا. انا ساعتها عرفت ان انت عندك قوة خارقة، مش هسكت لك على اللي انت عملته. اكيد ما كانش قصدي، حتى لو كان قصدي او ما كانش قصدي
انا انت هيك عرفت ان انا بطل خارق، واكيد بساعد الناس، اكيد عمري ما هفكر ان انا اذيك. انت عارف اخويا ساعتها حصل لي؟ اخويا ساعتها اغمى عليه ما كانش يقدر يتكلم. لفيت بيه على كل المستشفيات والدكاتره، قالوا ان هي حالته خطيره محتاج عمليه. عارف المشكله العمليه بكام؟ انت فين انت يا بطل؟ لما كنا ساعتها بنقعد على الطبليه عشان ناكل مش لاقيين حق اللقمه، الواحد يقوم يعمل نفسه شبعان وهو اصلا بيموت من الجوع. انت عمرك ما هتحس بيا. بالعكس انا حاسس بيك جدا. انت عمرك ما كنت هتحس بيا. انت فقدت حد عايز عليك كل شويه من البيت للشغل مش شغل البيت، فقدت حد عايز عليك رد علي، فقدت حد عايز عليك. انا صح؟ انا فعلا حاسس بيك، وهثبت لك ازاي اني حاسس بيك. انا عمري ما اتولدت ان انا لقيت نفسي بطل خارق، ولا لقيت نفسي بطل خارق ماشي كده لقيت نفسي بطل خارق. انا موهبه ربنا هبها لي، لقيت نفسي بجري وبختفي، ربنا هبها لي عشان حس بي ان انا تعبت. انا مريت بشغلانات بعدد صوابع، رحت شغلانه والتانيه والتالته والرابعه، اللي يردش عليا واللي يتف عليا واللي يمشيني، وتقول لي مش حاسس بيك. وانا عارف الزقه اللي انت زقتها لي دي لحظه عصبيه، ان انت عمرك حتى لو في حالتك الطبيعيه عمرك مش هتعرف تجيبني. مش بقول لك كده عشان تكبر انا بطل خارق، عشان انا مش عايز اذيك. قلت لك من الاول بلاش، وانت ما تعرفنيش ولا تسمع عني. ازاي انت ما تعرفنيش؟ حاسب يا عم. اهدى بس اهدى، في صلى الله على النبي. مالك يا عم؟ دقيقة فاهمك. مالك مالك متضايق كده متعصب؟ والله انت عشان بص عايزك تصلي بينا على النبي. اول حاجه ما تشيلش هم اي حاجه، دايما ربنا يشيل لك حاجه واحده، كل ما تكبر ما هو ده؟ بس تركز كثير مخيف. وعلى فكره انا الاستعاره دي اللي علمتها من كتر قراياتي.
أنا لازم أقتله، أنا لازم أقتله. ما تحاولش تعمل اللي بتفكر فيه. هأذيه زي ما أذى أخوي، هأذيه زي ما أذى أخوي. معتز اجري. مش عايز أذيك، صدقني مش عايز أذيك. دي اللي حصل. اوعى تفتكر في يوم من الايام ان الشر ممكن من الايام ينتصر. اوعى، مستحيل. معلومه للزمن، ما تحاولش تلعب معايا تاني، ما تحاولش ولا تفتكر ان الشر ممكن يكسب. انا محضر لك مفاجاه جايه لك يعني. يلا عايز حاجه؟ كواليس يا عم يلا. يا بنت الذين تعالى يا حسن تعالى. عايز ايه مش